السلام عليكم مشاهدين الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو كما العاده بخير وعلى خير. قصتنا لهذا اليوم على الطمع، وكما كيقولوا طمع طاعون. القصه ديال واحد السيد اللي لاباس عليه عنده فلوس كتيره، كيخدم في المرصا، كيدخل ديواني، كيدخل ويخرج السلعه. معاه واحد السيد اخر صاحبه، هو كيجيب له الهمزات. المهم هاد السيد ساكن مع الاخت ديالو، الوالدين متوفيين، وهو اللي كيكون بالاخت ديالو. مبرعها كتسافر فين بغات، كتشري اللي بغات، يعني طالق لها اللعب. الفلوس داخله خارجه. والسيد اللي معاه عايش مع الام ديالو. الام ديالو درويشه، كيقول لها انا كنخدم في السلعه، كندخلوها حلال، رزق الحلال. ديما كتقول له ولدي الا هادشي فيه الحرام بعدو عليك. كيقولها ما تخافيش اما، واش ما كتعرفيش ولدك والتربيه ديالو؟ هي هادي. هاد زوج اشخاص كيتاجروا، كيدخلوا السلعه من برا. السلعه البريمي اللي كتكون برا كيدخلوها، يديوها للديبو، كيبدلوا ليها لومبالاج والتاريخ ويدفعوها للاسواق المغربيه. واحد النهار حصلوا في واحد السلعه ديال 200 مليون، كان خاصها تدخل للمغرب، وما عرفوش الطريق اللي يدخلوها باش في الساعه تدخل ويوزعوها الاسواق. قال خصنا نلقاو شي واحد كيخدم في المرصا اللي مقابل السلعه كتدخل وتخرج. قال له صاحبه انا كنعرف واحد السيد خدام في المرصا، هو اللي متكلف بهذا الشيء، السلعه اللي كتدخل على يدو اللي كتخرج على يدو. قال له انا غادي نشوف لك معاه. بغى الفلوس اللي بغاها على الطابله. المهم قال له قضي لي الغرض. اتصل به، قال له انا يا فلان فلاني، قال له بغيتك في واحد الغرض، نتلاقاو في واحد القهوه. المهم قال له السيد راك عارف الوقت ديالي تامين والخدمه مزير بالخدمه، قال له غير اجي وما يكون غير خاطرك. مشى تلاقى معاه في القهوه، قال له راه عندنا واحد السلعه، انا والسيد اللي معايا حنا مشغولين هاد الايامات وما كاينش اللي قابل السلعه في المرصا، باش نديوها للديبو تدخل وتصاوب الورق ديالها، راه بالورقات وكل شيء، وتدخل للديبو. قال له الفلوس اللي بغيتها على الطابله تخلصها. قال له صافي، المهم الدعوه الا مريقلو فيها الفلوس انا معاكم. مشى عند المراه ديالو، قال لها الحمد لله راه جاتني واحد الخدمه اخرى، وغادي الصالير غادي يدوبل، ملي نديرو غادي نشريو ونبيعو هاد الدار، وغادي نشريو دويره اخرى كبيره. المراه ديالو مسكينه حتى هي يعني بغات تعيش الحياه، وراجلها ما كيعطيهاش الوقت، وهذا الشيء يعني اللي هي غير مع الافلام في التلفازه، راجلها ديما مشغول. قالت له انا بغيت غير واحد الكورميطه ديال الذهب، شريها لي راها في خاطري. قال لها كوني معايا مرا، هاد الشيء ديال اللعب راه ما كنبغيهش، انا بغيت ندير دار، بغيت ندير سياره، نكبروا شي مشروع، بعديني بهاد التفاهات ديالك. المهم السيده سكتت. واحد النهار الام ديال هاد السيد الزاوج جات عنده، قالت له السوق التجاري راه قالوا لي راه دخلتي في واحد السلعه بيريمي، وراه شحال من شخص مشى يعني كلا ديك السلعه وراه مشى للسبيطار. قالت له ولدي، قال علاش كتقولي لي هاد الهضره؟ قالت له ولدي حيت نعرفك انت كتدخل وتخرج في السلعه، ياك ما حتى نتايا عندك شي يد معاهم. قال واش ما كتعرفينيش الوالده ديالي، انا خاطيني هاد الشيء وزعما اللي كيدير هاد الشيء الله يسمح له. المهم بقى يترعد. قالت له المهم ولدي انا ما خاصني حبسات وما خاصني مشاكل. قال لها ما تخافيش الوالده ديالي، انا كنخدمها حلال. المهم الوالده ديالو ناضت، هو اتصل بالسيد اللي معاه الشريك ديالو الكبير، قال له الهضره راه بدات كتخرج، السوق التجاري راهم لقاو فيها سلعه مزوره، السلعه اللي راها جايه في الطريق خصنا نلقاو كنديروا لها. الناس تزيروا سلعه خصها تدخل ويبدلوا لها في ساعه لومبالاج ويبيعوها قبل ما يعيقوا. كانت باقيه السلعه شيه ما تعاد مازال ما دخلت. مشى عند داك اللي خدام في المرصا، قالوا المهم خص ضروري تدبر كي دير لي هاد السلعه تدخل. قال له ودي انا راه عندي التور فلان الحاج فلان راه سبقك، وهادي خصنا نسقدوا له السلعه ديالو عاد نشوفوا معاك. قال له ودي اللي بغيتها نديرها لك، المهم السلعه ديالي تدخل الديبو. قال له غادي نعطيك 50%. الراجل راش قتلو، قال له المهم الا دخلتها لك 50% تكون محطوطه فوق الطابله قبل ما تمشي للديبو السلعه للديبو. قال له صافي اتفقنا.
هي هذيك مشى سبق الخدامه ديالو، قال لهم فوتوا السلعه نتاع فلان، هي الاولى. مشى للدار مع مرتو، بقى قاعد هكا كيهضر ويشخبر. هو جا اتصال من الخدمه، قالوا ودي السلعه نتاع داك السيد راها صدقت بيريمي. قال له ما يمكنش تكون بيريمي، انا الفلوس ديال الحر ما عندي ما ندير بها. وما نظنش هاد الناس، هاد السيد اللي قال يدخل السلعه راه يكون عارف بلي السلعه بيريمي وغادي يدخلها ويقتل الناس بها. قال له السلعه تحبس، غادي تولي لماليها. صافي السلعه ولات رجعوها لاوروبا. قال صنع السيد، قال له السيد يعني داك صاحبو دوك جوج الشركه، قال له ودي راه السلعه 200 مليون مشات لنا. صافي السيد تنرفا، قال له ضيعتني في 200 مليون، انت اللي غادي تلقى لي الحل. قال له هذا اللي خدام، هذا اللي خدام في المرصا ضيعنا في 200 مليون، ضروري خصنا نردوها له. يعني يديروا له شي قالب باش يشوف كي يديروا له ويرجع لهم داك الشيء. المهم مشى لعند الاخت ديالو، حكى لها لافير، قالت له الا بغيتني نلقى لك الحل خصك تكتب لي شاك وانايا غادي نلقى لك الحل. بقى يستهزئ بها، قالها انت فين تعرفي؟ ولا اني ملي حكات له لافير صافي عجبو الحال، قالها الشاك ديالك موجود. قالت له خصنا نخدموا المراه ديالو، المراه غادي نديروها طعم باش هو نجيبوه في الشبكه. صافي هي هذيك الراجل قال له قال المراه ديالو راهم يعني بقاو فيا هاد الناس ضاعوا في الفلوس ديالهم وهما ما كانوش عارفين، غادي نسافر ونشوف كي ندير لداك الشيء، يعني باش ما يوصلوش للسجن. قالها غادي نعيط للوالده ديالي تقعد معاك، قالت له ما تجيب لي حد، انايا نقعد بوحدي وما خاصني صداع. مشى اتفق مع هاد السيد، تلاقاو في القهوه هو وهاد الاخت. قالت له علاش ضحكت عليا وانا كنت دايره نطلق بالزوج ديالي وزعما نتزوجك نتايا؟ قال هذاك الشيء كامل غير المصلحه ديالي، نتيا درتك في الصناره وصيت الزوج ديالك ودابا سالينا. قال لها من اليوم خرجي عليا، قال الخدامه ديالو من اليوم ما تدخل هاد السيده للدار ديالي. مشات بقات تبكي، جا الزوج ديالها صونت عليه، قالت له غير سمح لي هذا راه خطا، وانايا هما اللي لعبوا بيا وما كنتش حاسه براسي. قالها المراه اللي كتخون الراجل هو داير فيها الثقه وخانته على ابسط الحوايج، على ملذات الدنيا، ما كتستاهلش تكون معاه وتكمل حياتها معاه. قالها من اليوم ما تعرفيني ما نعرفك. قالت له اخر مره عطيني غير اخر فرصه. قالها هاد الغلط اللي درتي عمر يتنسى وعمر يتسمح. قالها انت الورقه ديالك غادي توصلك وطلقك غادي يكون عندك. صافي هي ضاعت، مشات لصاحب لا زوج، الزوج ديالها مشى تصيد في الخدمه ديالو، وهما قضاو الغرض ديالهم، شمتوه دخلوا السلعه قضاو الغرض، فرقوهم بزوج، وصافي داكشي اللي كانوا باغيين في الاول تقضى لهم. وحتى لهنا القصه ديال هاد الناس تكون تسالات. وعمر الانسان يثيق في شي حد، كما كنقولوا في جميع الفيديوهات الثقه ما كايناش في هاد الوقت. وقال لك طماع كيقضي على بابه الكذاب. هاد المراه طمعت وصدقت واحد الكذاب، في الاخير خسرت هي. نتمنى الفيديو ديال هاد النهار والقصه ديال هاد النهار تعجبكم. ما تنساونيش من لايكات ديالكم، التعليقات، واللي مازال ما اشتركش في القناه اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد. خليت لكم الراحه والى فيديو قادم بحول الله. السلام عليكم.